أهلا بيك في بودكاست كلمة ونص. هنا بنختصر لك فكرة أو فكرتين من كتاب في أقل من 10 دقايق. اسمع، فكر، واطلع بحاجة. كلمة ونص تكفي وتزيد. حلقتنا النهاردة من كتاب Eat the Frog لبراين تريسي. أكيد مر عليك يوم كنت بتفكر تبدأ حاجة مهمة، دراسة، مشروع، رياضة، تقرأ كتاب معين، أو حتى مكالمة مهمة لازم تعملها، وفجأة تلاقي نفسك بتقول مش دلوقتي، خليها لبكرة، أو بعد الغدا، أو أول الأسبوع الجديد. تسويف ورا تسويف بيوصلنا إننا نغرق في النهاية قبل الديدلاين، أو حتى إن ممكن الحاجة دي تتنسي تماما. لكن خليني أقولك، اللي بيوقفك مش صعوبة المهمة، اللي بيوقفك هو لحظة البداية نفسها. وأكتر لحظة بتحس فيها بتقل هي اللحظة الأولى. أول ما تبدأ كل حاجة بتبقى أسهل. يعني مثلا كم مرة جربت تعمل حاجة في أولها كانت تقيلة جدا عليك، بس بعدها بشوية لما بدأت تنجز فيها ولو جزء بسيط قلت طب ما الموضوع سهل اهو. براين تريسي عنده نظرية خطيرة في كتاب Eat the Frog. بيقول لو أول حاجة عملتها في يومك هي إنك تبلع ضفدع حي، فأسوأ حاجة ممكن تحصل خلصت. الضفدع ده هو أصعب وأهم مهمة في يومك، اللي لو خلصتها هتحس بإنجاز ضخم، ولو فضلت تأجلها هتفضل طاقتك النفسية كلها مشغولة بيها. السر مش في إنك تبدأ لما تكون مستعد، السر إنك تبدأ عشان تبقى مستعد. كلنا مستنيين اللحظة المثالية، بس الحقيقة مفيش لحظة مثالية. ابدأ قبل ما تكون جاهز، لأن الفعل هو اللي بيجيب الحافز مش العكس. وعشان أثبت لك الكلام ده، تعال نشوف مثال واقعي بيحصل لينا ولأصحابنا كتير، متأكد إنه حصل معاك أو مع حد تعرفه. تخيل معايا طالبين في نفس الكلية ونفس التخصص، والاتنين عندهم امتحان مهم بعد يومين. الطالب الأول سيف، ده طالب المماطلة. سيف قرر إنه يذاكر. قعد على مكتبه، شغل إضاءة حلوة، وحط قدامه كل الكتب والملازم اللي محتاجها. قعد يفكر في خطة مذاكرة محكمة. قال هبدأ بمراجعة الفصل الأول، وبعدين الفصل التاني، وبعدين أحل أسئلة السنين اللي فاتت. سيف حاسس كده إن المادة تقيلة وكبيرة، وخايف ما يلحقش يخلصها. ففكر قبل ما يبدأ يظبط المود كده، وقرر يشرب قهوة. دخل المطبخ، عمل القهوة، وافتكر إن مامته كانت طالبة منه حاجة يعملها، ومع إن مش وقتها خالص ومش حاجة ضروري يعملها، قال حلو، دي حاجة بسيطة هعملها الأول وبعدين أرجع أذاكر. سيف خلص فعلا ورجع قعد على المكتب. بعدها قال افتح اللابتوب عشان اسمع موسيقى هادية تساعدني بقى على التركيز. وهو بيعمل كده قال ده انا نسيت احط اكل للكلب. ومع ان مش ضروري برضه يعملها دلوقتي، وهو عارف انه يقدر يحط اكل للكلب بعد ما يخلص شوية في المذاكرة، بس قام يعمل المهمة دي برضه الاول. وبعد ما خلص رجع الأوضة، لكن لقى إشعار على الواتساب من زميله. فبدل ما يبدأ فتح الواتساب عشان يرد على الرسالة، وده جره إنه يفتح ستوريهات. ومن هنا قال كفاية كده، أنا عايز أبدأ. وحس إنه محتاج لحافز، فقرر يفتح اليوتيوب عشان يشوف فيديوهات تحفيزية عن المذاكرة. وبعد ساعتين سيف أدرك إنه لسه ممسكش القلم ولا فتح أي كتاب. شغل نفسه بحاجات تانية شتتت من تركيزه، وشعوره بالإحباط زاد. وبدأ يحس إن الوقت بيجري وإنه فاته كتير. وفي النهاية أمن على المكتب وهو حاسس بالذنب، وإنه ما أنجز أي حاجة، وقرر إنه هيبدأ بكرة. الطالب التاني هو محمد. محمد طالب الإنجاز. في المقابل زميله محمد قرر إنه يبدأ يذاكر. محمد ما كانش عنده خطة مذاكرة معقدة. كل اللي عمله إنه قال لنفسه هفتح الكتاب وأقرأ أول صفحة أو اتنين بس. بدأ يقرأ أول صفحة ولقى إنها مش صعبة قوي. لقى نفسه تلقائيا بيعلم على نقاط مهمة في الصفحة التانية، وبعد شوية لقى نفسه بيقلب الصفحات وبدأ يفهم جزء كبير من الفصل الأول. محمد حس بإنه قادر ينجز، وده شجعه يكمل. بدل ما يضيع وقته في التفكير في الخطة المثالية، هو بدأ يشتغل على طول. كل صفحة كان بيذاكرها كانت بتديله دفعة معنوية يكمل اللي بعدها. بعد ساعتين محمد خلص فصل كامل، وحل كام سؤال على الجزء اللي ذاكره، وحس انه انجز حاجة حقيقية. شعوره بالثقة زاد، واليوم ده كان فرحان انه عمل جزء من اللي عليه، وده خلاه مستعد يكمل اليوم اللي بعده بنفس الروح. الفرق بينهم ايه؟ الاول سيف بيفكر ان التحفيز والاقبال على المذاكرة حاجة بتيجي من بره،
هو مستني المود يجيله أو الطاقة الإيجابية تنزل عليه فجأة من السما، فحاول يخلق بعض الظروف المثالية اللي تساعد في ده، زي القهوة، الإضاءة، الموسيقى، وكمان افتكر يعمل مهام مختلفة وسط كل ده عشان أخف عليه من المذاكرة. لكن للأسف كل ده بديل عن أهم مهمة عنده في اليوم، وإن هو يخلص مذاكرته. كمان ده خلاه يدخل في حلقة مفرغة، لأنه ما أنجزش حاجة من أكبر مهمة عليه النهاردة، فده خلاه يحس بالإحباط، والإحباط بيخلينا نفقد الرغبة في البداية وبنفضل مستنين المود اللي عمره ما هيجي. لكن الطالب التاني محمد فهم إن السر مش في إنك تكون متحفز عشان تبدأ، لكن في إنك تبدأ عشان تتحفز. فبدأ ياخد خطوة صغيرة جدا لدرجة إنها ما ينفعش تتأجل، زي قراية صفحة أو اتنين. والإحساس بالإنجاز البسيط ده اداله شحنة إيجابية وخلاه ياخد الخطوة اللي بعدها، لأن الخطوات البسيطة بتعمل زخم أو مومنتم بيخلينا نقدر نكمل من غير ما نحتاج أي حافز من بره، وده هو الدافع الحقيقي. طب هل المثال اللي قلته لك ده بينطبق على المذاكرة والطلبة بس؟ لا، ده كمان بينطبق على تاسكات الشغل، مهامك اليومية، وحتى أي مشروع جديد عايز تبدأه، وغيره من الحاجات. ومن هنا عايز أقولك الحقيقة اللي يمكن محدش قالها لك قبل كده، إن المشكلة يا صديقي مش في المهمة، المشكلة في لحظة البداية. براين تريسي بيقول في كتابه: ببساطة ابدأ بالحاجة اللي بتأجلها، اللي بتخوفك، اللي حاسس إنها تقيلة. حاول تبسطها، تكسرها مهام صغيرة بحيث إنك تقدر تبدأها، وابدأ بيها اليوم. المهمة الصعبة مش بتبقى صعبة زي ما أنت متخيل، هي بتخوف. بس كل ما فضلت تأجل فيها حجمها بيكبر في دماغك، وتتحول من مهمة بسيطة لوحش بيلف حواليك. فخليني أفكرك تاني، ما تستناش تتحمس، الحماس بيجي بعد البداية مش قبلها. يلا بينا زي ما احنا متعودين ناخد تطبيق عملي بسيط. أول حاجة اكتب أهم مهمة عليك النهاردة، أو أهم مهمة مأجلها من فترة. خصص لها من 5 ل10 دقايق بس، وابدأ. مش لازم تكملها كلها، بس ابدأ. خد بالك من الإحساس بعد ما تبدأ، راقبه. غالبا مش هتلاقيه نفس إحساسك قبل ما تبدأ، هتلاقيه إحساس مختلف وغير اللي كنت متوقعه تماما. رسالتي ليك: اللي عايز يتغير لازم يتحرك، ومهما كانت المهمة كبيرة افتكر إن البداية الصغيرة أفضل من اللا بداية. دي كانت كلمة ونص. لو عجبتك الحلقة شاركها مع اللي بتحبه، واستنى الحلقة الجاية. كل كتاب وراه فكرة، وكل فكرة ممكن تغير.